فالناس في حاجة إلى الدعوة إلى الله، في حاجة إلى القيام بذلك الواجب على الوجه المطلوب، وإلا لو ترك الناس وخلي السبيل بينهم وبين ما يلقى إليهم وعلى مسامعهم لضلوا بسبب هؤلاء الدعاة المضلين. أنتم ترون في هذا الزمن والحمد لله مع انفتاح الإعلام الذين يقولون ما عاد بقي شرك، أكذبهم الله تبارك وتعالى. شرك القبور، يقولون ما عاد بقي شرك قبور، أكذبهم الله على رؤوس الأشهاد. فترون في الشاشات والفضائيات ما ينقل على الأبصار من السجود والركوع لبعض المشاهد والقبور، وخصوصا في البلدان الأخرى من بلدان المسلمين، وأكثر ما هو ظاهر في بلاد الرفض والتشيع. ترون ذلك، تعبد هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى جهارا نهارا، ولا من منكر على هؤلاء. فالواجب علينا جميعا أن نعلم أن مثل هذه الكلمات النشاز المنكرة ما هي إلا لوعد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح، وتخذيل أصحابها، وفتك هؤلاء الفتاكين في عضد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. والواجب علينا جميعا، وقد أعاننا الله جل وعلا بمثل هذه الوسائل التي تكشف هؤلاء، أن نكون أشد نشاطا وأعلى همة في القيام ببيان الحق والنصح للخلق وإرشاد الخلق، وذلك بتنبيه الغافل وتذكيره وتعليم الجاهل وتبصيره، والتذاكر مع المساوي لك في العلم، وحث بعضنا بعضا على القيام بما أوجب الله جل وعلا علينا. كما قلت لا سيما ونحن في هذا الزمن يقل فيه العلماء، إذا مات العالم صار مكانه ثلمة في دين الله، لا نجد من يسد مسده، بل عشرات لا يسدون مسد العالم. فالناس بحاجة معشر الإخوان